ذي قار أشاروا إلى أن المجاميع المسلحة التي نفذت عملية الاغتيال تهدف إلى خلق فتنة طائفية في مناطق الجنوب المتآخية، وشددوا على أن الأواصر التي تربط عشائر الجنوب على اختلاف مذاهبها أقوى من كل التحديات. تقرير أحمد السعيدي. شيع المئات من أبناء ذي قار اليوم جثمان عضو مجلس النواب السابق وشيخ عشيرة آل الرفيع، أحد أكبر العشائر السنية في المحافظة، جمال محسن الفارس، الذي اغتيل بالقرب من منزله الواقع في ناحية الفجر شمال الناصرية. الأجهزة الأمنية قالت أنها فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة دوافع الاغتيال. تم اغتيال أخي وشقيقي الشيخ جمال الفارس الساعة تقريبا ب6:30 عندها آذان العشاء، جاي من طريق العفتش إلى منزله، والإرهاب الجبان كان بركن الحائط، من نزل هو مع سائقه تعرض إلى طلقات فركضنا ما لحقنا، ونحن نريد من الأجهزة الأمنية أن تكون بالتدقيق مع الإرهاب الجبان. لا زال التحقيق جاري في الموضوع، شكلت لجان تحقيقية لهذا الموضوع بالخص، وإن شاء الله تتوصل إلى الجنات، ولا زال الموضوع هو قضية لا أن نذكر أنها إرهابية أو جنائية بالوقت الحاضر حتى نحصل على نتائج التحقيق بالكامل. أعضاء سابقون في مجلس النواب وشيوخ عشائر أكدوا على أن استهداف الفارس استهداف للتعايش الاجتماعي في العراق، مطالبين الأجهزة الأمنية بالحفاظ على تلك الرموز الوطنية. استهداف مثل هكذا شخصية، استهداف المشروع الوطني، استهداف الاعتدال الوطني، استهداف للمنظومة الاجتماعية. الشيخ جمال الفارس لا يوجد لديه أعداء في هذه المدينة ولا في مدن أخرى، وإنما العداء هو للحمة الشعب العراقي، والعداء لهذه المنظومة الاجتماعية المحكمة التي مع الأسف أصبحت في مهب الريح من خلال استهداف يد الإرهاب. كان عنصر توازن في المنطقة بعيد كل البعد عن الطائفية، كان عنصرا وطنيا فعالا، لقد فقدناه فقدا كبيرا. والله تعامله جيد، يعني مو مع الشيوخ، مع كل عامة الناس، لأنه إلى مواقف حقيقة بالنزاعات العشائرية، مواقف جيدة، إلى فضل كثير يعني عن الناس، يعني في علاقاته بأخلاقه عالية. أعضاء في مجلس ذي قار أشاروا إلى أن المجاميع المسلحة التي نفذت عملية اغتيال الفارس تهدف إلى خلق فتنة طائفية في مناطق الجنوب المتآخية، مشيرين إلى أن الأواصر التي تربط عشائر الجنوب على اختلاف مذاهبها أقوى من كل التحديات. على يد مجموعة إرهابية تحاول هذه المجاميع الإرهابية أن توجد لها امتدادات في جنوب العراق لخلق فتنة بين أبناء الشعب الواحد، لكننا نعتقد أن الناس الخيرة ستبقى على تكاتفها ولحمتها الوطنية. الشهيد كان يتمتع بشعبية وقاعدة شعبية موجودة على مستوى المحافظة، كان عضوا لمجلس النواب السابق، وهو في هذه الدورة المقبلة كان أحد مرشحي كتلة الأحرار في مجلس النواب. يشار إلى أن جمال الفارس كان عضوا في مجلس النواب للدورة السابقة عن جبهة التوافق، وانسحب منها بعد تشكيله وعدد من النواب الكتلة العربية. من ناحية الفجر شمال مدينة الناصرية. أحمد السعيدي، الحرة.